تعرفي ان عجينك يرتاح وبقى زي العسل. كل ما بين كل مرحله ومرحله لازم تسيب العجين يرتاح عشان فطيرك يطلع سليم ومظبوط. شفتوا بتتفرد معانا بكل سهوله ازاي؟ دي الفطيره الكيلو اللي احنا عملناها، الكره الكبيره اللي قلنا عليها الام وولادها. فردنا اول طبقه في الصينيه وعليها فردنا القطع الصغيره، ال27 قطعه اللي انا عملتهم. ممكن يطلعوا معاكي 27، ممكن يطلعوا 30، ممكن يطلعوا 25، انت بقى وايه قطعه العجينه بتاعتك. بقينا نفرد القطع الصغيره ونحط ايه على الطبقه اللي احنا حطيناها في الارضيه، وبعد كده كورناها ولمناها. شفتوا اتفردت معانا وبقت زي العسل كده. دي بقى ايه الرول اللي احنا كنا عاملينه، اللي احنا عملناه 5 قطع. دي اول حته عملناها. طبعا العجينه ريحت معانا وبقت